من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hello, my name is Eric Began. I live in Los Angeles, California. This is my first time to Egypt. We've been here for about 12 days. We started in Cairo, spent some time in the White Desert before heading over to the Red Sea, and then a Nile River cruise down to Aswan. It's been a beautiful, beautiful trip. The Egyptians are incredibly kind, warming, inviting. The food has been incredible. The weather has been perfect. I will say to anyone, definitely to my friends back home, come visit. It's a beautiful country that's filled with a balance of chaos and peace. And one of the sayings that I learned when I was here that someone told me was this idea of like, we'll see. And everything will be okay, and I love that idea, and I love the patience, and again, a beautiful place. Love to be here. Come visit us in LA. We'd love to have you. That's it. Hi, I'm Emily Began. I'm from Los Angeles, California. This is my first time in Egypt. We started in Cairo about 10 days ago. We went down to the White Desert, which we absolutely loved. We had a night in the desert camping, which was fabulous. We went to the Red Sea, spent a couple days in Al-Guna, went snorkeling, saw the kite surfing, and then we went to Luxor and took a Nile cruise down to Aswan. We tried some amazing food while we've been here. We loved the koshari, the fool, and we've just had a wonderful time, and we'll encourage all of our friends to come. We felt incredibly safe, and the Egyptian people are so warm, we've just had a great time here.
When I go back home, I'll tell all of my friends and my family to come visit Egypt and how wonderful of a country it is and how great of a time we've had. النهارده احنا في متحف الفن الاسلامي بالقاهره، معاكم ايمان ابراهيم امين متحف بمتحف الفن الاسلامي. النهارده تحديدا احنا قدام الفاترينا الخاصه باسره محمد علي. الفاترينا دي مستحدثه، ما كانتش موجوده قبل 2014. اتعملت من بعد 2014. احنا كفريق عمل هنا في المتحف اتفقنا اننا نعملها، بالرغم من ان المفروض المتحف الفن الاسلامي يقف لحد العصر العثماني، ودي خاصه باسره محمد علي. بس احنا حبينا نعملها كشكر لاسره محمد علي، على اساس ان هم بنوا متحف الفن الإسلامي وما قدموه لمصر وللعالم أجمع بمتحف يخص الفن ده. ايه جميل عندنا في الفاترينا، واول ما هنلاقيه معروض موجود عندنا فواحتين من الذهب الخالص، وهم يخصوا عصر محمد علي، وطبعا عندهم جولد كارد. الفواحتين دول مصنوعين من الذهب الخالص، عليه مينا زرقاء، وطبعا مطعم بالالماس. الفواحتين دول لهم قصه حلوه قوي، ان هم يقال ان هم كانوا خاصين بالملكه اوجوني. اوجوني طبعا جت مصر في افتتاح قناه السويس، فلما كانت حابه ان هي تيجي تقعد في مصر، زوجها اشار عليها ان هي تملي شروطها على ملك مصر اذا كانت حابه تيجي تحضر الحفله. فهي كانت بتحب تصحى على ريحه ازهار الكرز، حاولوا يزرعوا لها كتير شجر كرز في مصر. مع الاسف ما كانش بيظهر، لان كان هو عايز جو بارد واحنا كان جونا حار. فاتجاب الزيت المخصوص بزهر الكرز، واتجاب من اغلى دور العطور في باريس، وكان بيتحط جوه الفواحتين دول النقط بتاعتها، بحيث هي تقدر تشم ريحه الكرز من خلال الفواحتين دول. موجود تاني عندنا مصحف برضو يخص أسرة محمد علي، وهو بخط الخطاط محمد نور الدين. موجود عندنا 2 نوط اسمهم نوط الرضا. النوطين دول خاصين بالملك فاروق. عندنا قلادة الملك فؤاد الأول، وهي قلادة من الذهب الخالص، وكان بيرتديها، وفي صور للملك وهو مرتديها في كثير من الصور. موجود عندنا هنا ميداليتين. الميدالية الأولى مصنوعة من الذهب الخالص وعليها من فوق تاج، وهي بتخص الخديوي عباس حلمي الثاني، وهو اللي افتتح في عهده متحف الفن الإسلامي سنة 1903. الميدالية الثانية تخص محمد علي، وهي عليها صورة محمد علي، هي مصنوعة من البرونز، واتعملت إهداء لمحمد علي علشان خاطر هو سمح للبريطانيين بالعبور على الأراضي المصرية علشان يوصلوا لدولة الهند. آخر حاجة موجودة عندنا هي بونبونيرة أو كاس من الزجاج، مج من الزجاج وليه غطا عليه صورة محمد علي، وهي من الزجاج الأخضر وليها طبق وغطا.
Hello, my name is Gustavo and I'm from Brazil. I arrived yesterday. Yesterday I went to Luxor. I visited the Temple of Luxor, Temple of Karnak, the King's Valley, and I love everything over there. And now I'm here in Cairo, visiting here, and then going to the Cairo Museum. And I love everything here. When I come back to Brazil, I'm gonna tell everybody to come here and visit. This is so special. My visiting here is so special. The Egyptians are very kind. Nawart Mars. Nawart Masur. Nawart Mars. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.